هو ليه ديل الكلب ما بيتعدلش؟ يا مرحب يا مرحب بيكم يا 300,000 أهلا وسهلا. بعد تفكير مش طويل وصلت ان ديل الكلب دخل في حوارات اكبر منه. يعني هو ما عملش حاجه، ما اعرفش ايه اللي دخله في الحوارات دي، بس في حاجات تانية في الحياه ما بتتعدلش، واولها البني ادم اللي مش بيرضى يعترف بغلطه. وعلى فكره هي ما بتتعدلش مش عشان هي صعبه او ملهاش عدله، عشان هو اصلا البني ادم مش معترف ان هي معوجه. يعني هو الحاجه بتبقى عامله كده، هو مقتنع لا هي كده. هي الناس المشكلة، الناس اللي قدراتها المحدودة مش فاهماني، الناس اللي قسوتها هي اللي عامله لي مشكلة في حياتي. الناس في منها مؤذيين، وفي منها بيتفنن ازاي يدمر في قدراتنا ويدمر في مشاعرنا. بس ده مش مبرر ان انا اسيب حياتي معوجة او اسيب المشكله عندي. لازم اعترف بيها الاول اللي انا عندي مشكله. انا بقى شخص سنستيف زياده عن اللزوم، شخص عقلاني زياده عن اللزوم، شخص مش عارف ايه زياده عن اللزوم. ابتدي اعترف ان المشكله فيا انا، وبعد كده هي هتتعدل حتى جوايا. اهم حاجه انها تتعدل جوايا، يبقى انا شايفه نفسي صح. مش مهم بره، مش مهم. في حاجات كده لو البني ادم وقف على شعر راسه مش هتتعدل، لانها حاجه بره قدراتنا. بس المهم انها تتعدل جوانا، اللي احنا نعرف المشكله فين، نحاول. اتعدلت خير وبركه، ما اتعدلتش خلاص. لكن الاكيد اللي طول ما احنا مش معترفين ان في حاجه غلط عمرها ما هتتعدل. لا تقول لي بقى ديل الكلب ولا بتاع، ما ندخلش بقى ايه ديل الحيوانات في حياتنا. واخيرا ربنا ينصر فلسطين وينصر السودان وينصر المستضعفين في الارض. شكرا.